السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في درس جديد من دروس التكوين المهني وإنعاش الشغل لفائدة شعبة الجيني سيفيل تحت عنوان لغوش ميتامورفيك. هذا الدرس هو الرابع من سلسلة موديل الخاص بالجيولوجي الجيوتكنيك. اللي باقي ما شافش لي فيديو الأول والثاني والثالث كنصحكم تشوفوه قبل ما تشاهدوا هذا الفيديو باش تشدوا المعلومات بالترتيب وتكون فائدة كبيرة بإذن الله. نبدأ على بركة الله. لغوش ميتامورف أو الصخور الحرارية. الصخور الحرارية يقال لها أندوجين لأنها تتكون في باطن الأرض، وهذا النوع من الصخور ناتج عن تحول الصخور الصلبة سابقة الوجود سواء كانت رسوبية أو صهارية أو حتى حرارية، وهذا التحول يسمى لوميتامورفيزم. الميتامورفيزم هو مجموعة من التغييرات والتحولات والتفاعلات التي تحدث للترسيب المعدني الخاص بالصخرة في الحالة الصلبة عندما تتعرض إلى ظروف مختلفة عن الظروف التي تشكلت فيها. هذه الظروف تتمثل في الضغط وارتفاع درجة الحرارة. من العوامل المساهمة في دائرة الميتامورفيزم نجد درجة الحرارة لا تمبيراتور، والتي تتغير حسب العمق غراديون جيومتريك، احتكاك فريكسيون امباكت، تجاور مع جسم صهاري proximité d'un corps magmatique، تجاور مقصورات الصخور المختلفة الحرارة juxtaposition de comportements de température différents، بحيث الصخور ذات الحرارة المرتفعة تقوم بإذابة الصخور الباردة. ومن العوامل أيضا الضغط l'oppression، يرتبط بشكل أساسي بالكونترانت تكتونيك، وهو الضغط الذي يتسبب به تحرك الصفائح التكتونية بفعل تكتونية الصفائح. وآخر عامل هو طبيعة السوائل nature des fluides. من الأنواع الأساسية للميتامورفيزم هو الميتامورفيزم دو كونتاكت وميتامورفيزم ريجونال وجينيرال وميتامورفيزم دو شوك. هذا النوع من الميتامورفيزم يحدث في الصخور المضيفة الموجودة على اتصال مع صخرة صهارية ذات حرارة عالية. تحدث أيضا عند توضع الماغما أو الصهارة داخل أو بالقرب من صخرة باردة، بحيث أن الحرارة تنتقل وتؤدي إلى تحول الصخرة المضيفة، وهذا ما تبينه الصورة التالية. ثانيا لو ميتامورفيزم ريجونال أو جينيرال. هذا النوع من الميتامورفيزم مرتبط بالظواهر التجبلية فينومين أوروجيني، وتعني تشكل سلاسل جبلية عن طريق الزيادة الكبيرة لدرجة الحرارة والضغط، وهذا ما نعبر عنه في كلمة ميتامورفيزم ثيرموديناميك. التحول الإقليمي أو الميتامورفيزم ريجونال ينتج أيضا 3 تحولات كبيرة. أولها تشوه جد واسع للصخرة une déformation très poussée de la roche. ثانيا تطور المعادن الموجودة في الصخرة développement des minéraux dits métamorphiques. ثالثا التورق أو ما يسمى بالفولياسيون مع بداية الانقسام أو ما يسمى بالفرنسية la schistosité. Le développement de la foliation métamorphique avec l'apparition de la schistosité. هاد الصورة كتبين ظاهرة لافولياسيون اللي كتوضح لنا لو ميثود ديال لافولياسيون اللي كتوجه المعادن اللي يلا تشكلات جديدة في نفس الاتجاه ديال الضغط التكتوني وبشكل عمودي. لا شيستوزيتي هي التحول ديال الصخرة في الأعماق الدفوي رطبين ومنظمين، وهذا الشيء اللي كتوضحوا هذه الصورة. والآن ننتقل إلى آخر نوع من التحولات واللي هو الميتامورفيزم دومباكت. هذا التحول يحدث بفعل درجة حرارة عالية جدا، ونأخذ على سبيل المثال لاغدواس كما هو مبين في هذه الصورة. ومن هنا نختتم درسنا اليوم. أتمنى أن يكون هذا الدرس قد نال رضاكم وإعجابكم. للاشتراك في قناتنا وليصلكم الجديد المرجو الضغط على أيقونة صابوني أسفل الفيديو، وشكرا.